سلام خوتي وخياتي، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يصيبكم بخير وبصحه جيده يا رب. واهلا وسهلا بكم في كوزينتي، ويامكم دائما حلوه معايا. كما راكم تشوفوا اليوم حنحضر معاكم الشقق بذوق الفراوله. حنقول لكم الاسرار اللي يساعدك باش تنجحي في المشقق. كما نعرفوا المشقق لازم يتشقق معنا، لهذا سماوه المشقق. صافي لازم تتحصلي على هذه النتيجه. اي وحده ماشي موالفه تتحصل على هذه النتيجه وماشي موالفه تشقق معاها، نقولها تفرجي الفيديو للاخير، حنقول لك كامل الاسرار اللي يساعدوك باش تحصلي على نفس هذه النتيجه ويجيك خفيف وبنين ورائع. راني قسمت معاك حبه هكذا باش تشوفيها كيفاش جاتنا من الداخل، يعني تقسم معنا بكل سهوله. شوفي راني نحاول نقرب هكذا باش تشوفيها كيفاش جاتنا مهويه وخفيفه صدقيني. وشوفي النتيجه ولا اروع، البنه وكذلك النتيجه ولا اروع. صدقيني فقط تبعي الفيديو للاخير هكذا باش تستفادي من كامل المعلومات اللي حنعطيهم لك والاسرار اللي يساعدوك باش تنجحي في المشقق ديالك. ان شاء الله الوصفه اللي حنحضرها معكم اليوم تعجبكم. اذا عجبكم الوصفه ما تنسونيش بالإعجاب تاعكم اللي يساعدوني باش القناه تاعي تكبر ويشوفها اكبر عدد من المشتركين، وبارطاج مع الاقارب والاصدقاء، وابوني بالنسبه للمشتركين الجدد ما تنساوش تشتركوا في القناه هكذا باش يصلكم كل جديد. بدون اطاله نبدا في ذكر المقادير ديالنا. بالنسبه للمقادير تاعنا عندنا زوج حبات بيض يكونوا في حراره الغرفه، نص كاس تاع زيت الوزن 100 غرام، نص كاس تاع المايزينا الوزن 50 غرام، زوج علب تاع فلو ذوق الفراوله، انت اي ذوق راكي حباتو تقدري ديريه، زوج ملاعق تكون كبيره تاع كاوكاو يكون مرحي رقيق، يعني بعد ما نرحو الكاوكاو تاعنا هذاك الخشين نزينو به لي صابلي، وهذاك الرقيق اللي يجينا تحت السيار نخبيوه ونستعملوه داخل العجينه. حناخذ منه زوج ملاعق تكون مملوءه جيدا تاع الكاوكاو، 5 غرامات تاع خميره كيميائيه او بيكن باودر، زائد عطر ولون كذلك على حسب الفلو اللي درتيه. انا درت فلو بذوق الفراوله، لهذا درت عطر بذوق الفراوله. نجيب الفلو، قلت لك اليوم راني حابه نديرو بذوق الفراوله. انتي اذا ما حبيتيش ديري ذوق الفراوله عفوا تقدري ديريه فاني ولا اي ذوق راكي حبته، ولا حتى بذوق الشيكولا. زوج علب، يعني هاد العلبه فيها 50 غرام، المجموع نحتاجو 100 غرام تاع الفلو. نضيف عليها زوج ملاعق هكذا تاع السكر الحبيبات او السكر العادي هكذا، ونخلط الكل مع بعض حتى يذوب لنا كامل السكر. نخلط جيدا حتى يذوب لنا تماما هذاك السكر. يعني السر الاول في المشقق هو يعني تخلطي جيدا حتى يختفي كامل هذاك السكر ويتضاعف الحجم تاعو. بسم الله. اذا ما كانش عندك الباتور خلطي بفوي، ولكن حطوا لي شويه، لازم تخلطي حتى يتغير اللون تاع الخليط تاعك الى الوردي الفاتح. خلاص هكذا كي نحسوا بلي دابنا السكر تماما وتغير اللون تاعو، نبدا نضيف الزيت غير بشويه ونخلط دون توقف. حتى اذا خلطتي بفوي لازم تمري نفس على نفس هاد المراحل اللي درتهم انايا بالباتور. خلاص نتوقف دوكا بالباتور، ما نستعملش الباتور. دوكا نضيف النواشف كما قلت لك من قبل، زوج ملاعق تكون مملوءه جيدا. انا هادو ما راهم موزونين هكذا تاع الكاوكاو كما راكي تشوفي، انا هادو راهم موزونين. ونضيف لها نص كاس تاع المايزينا، كما قلت لك دائما المواد الجافه لازم نغربلوها هكذا باش لاباط تاعنا ما تجيش فيها لي غريمون بهذه الطريقه. نضيف ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه او بيكن باودر الوزن 5 غرامات، انا هذه ديجا استعملت منها من قبل. اذا ملعقه صغيره تاع بيكن باودر او الخميره الكيميائيه. وندير الكاس الاول تاع الفرينه الوزن 130 غرام هكذا. هذا الكاس اللي يرفد 220 مليلتر، ولكن الفرينه كي وزنته هكذا مسطح دالي 130 غرام بهذه الطريقه. والكاس الثاني نحطه بجهه، هذا هو الكاس الثاني. ملعقه صغيره نحطها هكذا بجهه، لون ومنكه في نفس الوقت. يعني دائما نقول لكم المنكهات ماشي ضروريه، يعني اذا ما حبيتيش عفوا المنكهات دائما نقول لك ماشي ضروريه، اذا ما حبيتيش تستعمليها ما تستعمليهاش. بسم الله. نبدا نخلط غير هكذا غير بالعقل، نخلط فقط باطراف الاصابع ما نعجنش. نضيف الفرينه حتى تحصلوا على عجينه تكون يعني طريه لدرجه انها تتلاصق شويه في اليد.
نضيف الكاس هذاك الثاني غير بشويه كما راكي تشوفي وما نعجنش، يعني نخلط فقط باطراف الاصابع. السر في المشقق تاعنا يعني ما لازمش تكون العجينه تاعك طريه مليح لدرجه انها تطيح لك في الفرن، وما تكونش ناشفه. اذا كانت ناشفه ما حاش تشقق معك. كما راكي تشوفي راني ضفت الكاس الثاني كامل هاوليك، ونخلط غير بالعقل حتى ندخل كامل هذيك الفرينه في العجينه تاعنا. دوك نوريك القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. اذا خلاص هذيك كما قلت لكم من قبل دات لي 2 كيسان تاع الفرينه. قلت لك العجينه تاعنا لازم تكون طريه لدرجه انها تتلاصق شويه في اليد. هاي لي كما راكي تشوفي هكا. هاي ديك العجينه تاعنا اللي تحصلنا عليها، شوفي جاتنا طريه قلت لك لدرجه انها تتلاصق شويه هكذا كما راكي تشوفي في اليد. يعني دات لي 2 كيسان تاع الفرينه. نروح نجيب الميزان ونبدا نخدم معاكم. تقدري توزنيهم من 30 حتى ل 35 غرام، يعني على حسب الحجم اللي راكي حباتو. وناخذ سكر كلاصي يكون مغربل. يعني بعد ما نوزن الكريه تاعنا نحطها مباشره في السكر كلاصي بهذه الطريقه، ونحطها في ليكيسات. من بعد نحطها في سنيوه. انا قلت لك راح نديرهم 30 غرام، انت تقدري ديريهم من 30 حتى ل 35 غرام. قلت لك السر كذلك السر الثاني في المشقق لازم توزنيها كريات مباشره ديريها في السكر كلاصي، من بعد ديريها في ليكيسات وتحطيها في سنيوه. لو كان توزنيهم وتحطيهم من جهه اولا السكر كلاصي ما حاش ترفد الكميه اللي راكي تحتاجيها، وكذلك ما حاش يتشقق معك. نواصل كمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل المشقق تاعي هكذا كما راكي تشوفي. فقط تبعي الخطوات كامل اللي درتهم وعلى بالي راح تنجحي فيها باذن الله. هاوليك المشقق تاعنا بعد ما كملناه. فقط حبيت نعطي لكم ملاحظه، حاولي تخلي مسافه بيناتهم. يعني هذه الملاحظه ديجا عطيتها لك من قبل في المشقق بذوق الليمون في الفيديو اللي فات. خلي مسافه قليله فقط بيناتهم هكذا على بالي تقولي لي كذلك ما حاش يلصق لنا خاطر راهو في ليكيسات. لا هذه الملاحظه عطيتها لك فقط باش الحبه تاعك تاع المشقق كي طيب تاخذ لك هذاك الشكل الكروي الجميل. لهذا قلت لك خلي مسافه قليله فقط بيناتهم. ونعرفوا المشقق تاعنا كما نعرفوا كما قلت لك من قبل، المشقق يطيب في فور يكون مسخون مسبقا 170 درجه ويطيب فقط من الاسفل، يعني ما نشعلولوش من الفوق. بعد ما تشوفيه تنفخ وتشقق معاك خلاص، يعني المشقق تاعك راهو طايب. ما تخليش يطول في الفرن. لو كان يطول لك في الفرن يعني حياخذ لك هذيك الطبقه المحروقه من تحت، يعني هذاك السكر كلاصي حيتحرق معاك والمشقق تاعك ما حاش يجيك خفيف، يعني حيخرج لك ناشف. السر الاخر كما قلت لك في المشقق تاعك باش يجي خفيف، هذا هو السر. لازم يطيب في فور يكون مشعول مسبقا، يكون سخون وما تطولش في الفور تاعك. يعني بعد ما يتنفخ ويتشقق طفي الفور تاعك ونحيه. يعني ما لازمش يطول لك في الفور سينو المشقق تاعك يخرج لك ناشف. هذا هو السر. نروح نحطه في الفور بعد ما يطيب نعاود نولي لكم. اذا هاوليك المشقق تاعنا بعد ما طابنا شوفي. وهاد زوج حبيبات خليتهم لك هكذا باش تشوفيهم، يعني لصقتهم هكذا بالعاني. شوفي كيفاش تحصلنا على النتيجه رائعه. شوفي كيفاش تشقق معنا، ان شاء الله الصوره راهي تبان واضحه. هاوليك شوفي نزيد نوري لك حبه واحده اخرى. هاوليك يعني تشقق لنا كامل. فقط تبعي الفيديو للاخر وحتحصلي على هاد النتيجه، يعني ديري كامل الخطوات اللي درتهم وحتحصلي على هاد النتيجه باذن الله. شوفي هادوما كما راكي تشوفي لصقت هاد زوج حبات هكذا باش تشوفي النتيجه. لو كانت تلصقي يعني هادوك لي كيسات شوفي هذه الشكل خدات شكل كروي، يعني خليت فراغ بيناتهم. حنقسم معك حبه. شوفي تقسمت معنا بكل سهوله وجاتنا خفيفه ومهويه لداخل كما راكي تشوفيها. ان شاء الله الصوره راهي تبان واضحه. صدقيني وصفه ناجحه 100%. فقط تبعي كامل الخطوات اللي درتهم. زدت قسمت معك هكذا باش تشوفي باللي تقسمت بكل سهوله وجاتنا خفيفه. وشوفي حنوريها لك من الاسفل يعني ما تحرقتش معانا. شوفي السكر كلاصي ان شاء الله الصوره راهي تبان واضحه. نحيت شويه سكر كلاصي راهي شوفي اي خدات هذاك اللون الذهبي الخفيف. والسكر كلاصي كما راكي شتيه ما تحرقش معانا. فقط تبعي الخطوه اللي درتها في الطياب كذلك. ما قلت لك ما لازمش يطول في الفور، غير تشوفيه تنفخ وتشقق معك خلاص، يعني المشقق تاعك راهو طايب. ان شاء الله الوصفه اللي درتها معكم اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بالاعجاب وابوني للقناه بالنسبه للمشتركين الجدد، وما تنسوش تخلوا لي التعليقات تاعكم والاشتراك. ونخليكم في رعايه الله وحفظه.